بسرعة سأتلو عليكم 11 فائدة، ولو أنها متأخرة، لكن 11 فائدة لمن يقرأ 100 آية في كل ليلة، وهي لن تأخذ أكثر من دقيقة إن شاء الله. بسرعة: 1. اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 2. لا يكتب من الغافلين، لأن اللي يقرأ 100 كأنه قرأ 10 آيات، هو أصلا قرأ 10 آيات. 3. يكتب من القانتين. 4. تشفع له تبارك بإذن الله وتمنعه من عذاب القبر برحمته ومغفرته. 5. السجدة أجرها عظيم، ولعل أعظم ما فيها أن الشيطان يتضايق ضيقا عظيما ويولول، يعني كل ليلة أنت معقد الشيطان، كل ليلة مضيق صدر الشيطان، يقول سجد العبد، هذا العبد ولم أمره ربه أن يسجد فسجد، وأمرني ربي فلم أسجد. فتخيل إن كل ليلة ما أخذ حقك من الشيطان، ضيق صدره بس ونمت، ضيق صدره ونم، اشتب نعمة أن الشيطان يضايق منك. 6. أنها أن ابن آدم، أن أي مسلم يقرأ بهذا الذي قلته فكأنه قرأ، يأخذ أجر قراءة ثلث القرآن وأجر ربع القرآن. ربع القرآن في قل يا أيها الكافرون ب6 آيات، وقل هو الله أحد ب5 آيات ثلث القرآن. قراءة قل هو الله أحد من أسباب حب الرب سبحانه وتعالى. إذا قرأت 8. إذا قرأت ذلك في بيتك لا يقربك الشيطان بأمر الله. 9. أنك قرأت تقريبا 10 صفحات من كتاب الله فأخذت 60,000 حسنة، والحسنة ب700، ويضاعف الله ما يريد إلى 700 حسنة. أنت في حرز من الجن. 11. سيكون القرآن نورا لك في الأرض وذخرا لك في السماء. هذه 11. أكتفي بهذا، ولو أني لم أتعدى 2 من 11 خاطرة من خواطري في القرآن.